السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل أكلة سمائية. هاي أكلة السمائية أكلة حلبية أصيلة، بيتاكل جنبها رز وبيتاكل جنبها كبة مقلية أو كبة دعابيل أو كبة مشوية على حسب الأذواق. خلونا نشوف طريقة التحضير والمقادير. عندي كيلو برغل عمقي، بنغسله 3 مرات، بنكب عنه المي وبننقعه لمدة ربع ساعة مو أكتر. عندي 150 جرام لوز، بنسلقه وبنقشره وبنقسمه من حبة بالنص. بنحمص اللوز بمعلقة سمنة وبننتبه كتير منيح انه ما يحترق معنا وتكون النار واطية لحتى نصل للون الذهبي بس مو اكتر. عندي 150 جرام جوز، بنقسمه كل حبة بنقسمه ل3 أجزاء. عندي نص كيلو لحمة بنقليها مع معلقتين دهنة. أول ما تبلش اللحمة تستوي معي بننزل الملح على حسب الرغبة، ولما تستوي اللحمة تماما بنزل بهار معلقة ونص صغيرة، وبننزل معلقتين قرفة صغار بيعطوا نكهة كتير طيبة للحمة بقلب الكبة. بنطفي النار وبننتظر لحتى تبرد وبنحط باقي المكونات. بنحط نص كيلو شحمة. بنبلش ندير البرغل على ماكينة الكبة. بحتاج 3 بصلات والملح حسب الرغبة للبرغل و3/4 كيلو هبرة. هلا بلشنا ندير البرغل للمرة الثانية. نعجن البرغل لحتى يكون قوام واحد لحتى أحضره لأديره للمرة الثالثة على الماكينة بس مع هبرة. هلا صارت عندي عجينة الكبة جاهزة. نعجنها لحتى يتجانس البرغل مع الهبرة. بنحطها بالبراد أو بالثلاجة وبناخد منها شقفة شوي شوي وبنشتغل فيها لأنه الهبرة ممكن تاخد معنا إذا الجو شوب. بنقطع العجينة لقطع وبعدين بنعملها دوائر. أنا عندي صحن رح أستخدمه. كل ما كانت الضغطة قوية على الكبة تطلع رقيقة. في ناس بتحب الكبة عجينتها تكون سميكة، وفي ناس بتحب الكبة تكون عجينتها رقيقة، هي على حسب الرغبة. بنحط شحمة وبعدين بنحط لحمة. هلا هذا القرص ما رح أحشيه كتير، ورح أعمل قرص تاني حتكون حشوته كتيرة، بس حتى انتو كيف بتحبوا. يعني في ناس بتحب حشوته لحمته كتيرة، وفي ناس لا ما بتحب انه تكون حشوته قليلة. هلا بحط على ايدي مي وببلش امسدها من الجناب، بس حسيتها انه خلاص قفلت معي بجيب القالب وبكبسها على القالب.
هذا القرص حتكون حشوته كتيرة. شوفوا كيف رح اعمله. وهلأ منشغل النار لحتى نبلش شوي الكبة. طبعا انا غطيتها لحتى ما تنشف معي، ما بصير تنشف معي نهائيا. وهيك خلصنا شوي الكبة. هلأ بدنا نروح نعمل السماقية. بحتاج للسماقية نص كيلو باذنجان ونص كيلو شوكي، بحتاج لطبخ السماقية ربع كيلو سماق مغسول كتير منيح، نص كيلو باذنجان ونص كيلو شوكي، وبحتاج كيلو لحمة ومعلقتين كبار مية فرنجي أو دبس بندورة، راس ونص توم مدقوق مهروس، ومعلقتين كبار نعناع يابس، وتشكيلات بهارات صحيحة لسلق اللحمة. بحط السماق بمي عم تغلي وبعدين بتركه يغلي غلوتين 3، بعدين بنطفي تحته وبنتركه بالمي السخنة مدة ساعة لحتى تفتح حبة السماق. بعد ساعة منجيب مصفيتين ومنصفي السماق من المي، ومنرجع مننقع السماق مرة تانية بمي سخنة ومنتركه مدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة منصفي مية السماق مرة تانية. منحط مية فرنجي وتوم ونعناع بقلب مرقة السماق، منحركن لحتى يتجانسوا مع بعض كتير منيح، ومنحطن على النار لحتى يغلوا. بغسل اللحمة كتير منيح وبحطن بطنجرة لوحدن، بغليهم غلوتين بس لحتى اقش الزفرة من عليهم، مشان ما احطهم بقلب السماقية وتصير السماقية فيها زفرة. بسقط اللحمة بقلب مرقة السماقية وبتركها لحتى تستوي اللحمة كتير منيح. بس استوت اللحمة بننزل الباذنجان والشوكي بقلب مرقة السماقية. بنتركهم يغلوا مع بعض مدة ربع ساعة. ربع ساعة بكون استوى الباذنجان، ما بيطول الباذنجان والشوكي. وهيك خلصت طبختنا لليوم. الطعمة كانت رهيبة بتجنن يا جماعة، جربوها كتير كتير طيبة، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس.